حبايبي وحبايب قلبي، اخواتي اللي منورين حياتي، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده يوم جديد كده، هنبداو كده يوم جديد وروتين جديد، ويومكم كله سعاده وهنا ورزق وراحه بال وجبر خاطر، ما تحرمش منكم ابدا. طبعا النهارده معانا فيديو جميل، هنبداو كده ببركه رسول الله ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله، واذكر الله كتير حبيبي قلب ذكر الله تطمن القلوب. رب يجعل لسانكم عامر بذكر الله وقلوبكم منوره بنور الله. الفيديو بتاعنا مشجع جدا جدا. حابه اقولك لو وراك شغل بيت، تنظيف مطبخ، غسيل اطباق، سمي وقولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وان شاء الله ربنا يعينك وتقدري تخلصي كل وراك. النهارده بقى كده، بس طبعا في اول فيديو حابه ارحب بالمتابعين الجدد. القناه زادت بكم نور، ما تحرمش منكم ابدا، ودايما كده منورين حياتي طول العمر، امين يا رب العالمين، وما تحرمش منكم ابدا. ويومكم كله سعاده وهنا ورزق وراحه بال وجبر خاطر، ما تحرمش من تعليقاتكم الجميله. النهارده بقى كده هنروق كده الصلاه وننضفها كده تنظيف كده يوم سريع، مش هياخد مننا وقت خالص. وطبعا بتمنى منكم بقى لايك واشتراك في القناه علشان تكبر بكم. طبعا هي قناتكم قبل ما تكون قناتي، وجودكم معايا بيكبرني وبيشرفني، ما تحرمش منكم ابدا. الوقت كده بدات بقى انضف بقى الترابيزه كده، شلت بقى ايه الاكل اللي كان موجود عليها والحاجات اللي كانت عليها، شلتها بقى كده ودخلتها بقى المطبخ، هنغسلها بقى وننضفها مع بعض. وبعد كده بدات بقى امسح الترابيزه، حاطه بقى كده شويه معطر جو في البخاخ اللي هو اللي حطاه عند الشاشه ده في جنب كده. وحاطه فوطه صغيره، وبحيث ان انا امسح بقى الترابيزه كده. هنبدا بقى نشيل بقى الكراسه كده ونظبطها كده، كل كرسي في مكانه، ونروق بقى الصاله وننضفها كده تنظيف كده سريع، مش هياخد مننا وقت خالص. وانت كمان لو وراكي شغل كده قومي كده سمي وتوكلي على الله، وقولي بسم الله توكلت على الله، وان شاء الله كده ربنا يعينك كده وتقدري تخلصي كل وراك. بس بالله عليكم بتمنى بقى لايك للفيديو، طبعا عشان الفيديو بقى اللي يجيب مشاهدات كده عاليه وما تحرمش منكم ابدا. وبتمنى منكم بقى كده الاشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش، تنور القناه كده وتنوروا قناتي المتواضعه. ربنا يبارك فيكم يا رب، ويبارك في اولادكم جميعا، واحفظهم من كل شر، واحفظ اولادي امين يا رب العالمين. الوقت بقى شلت بقى كل حاجه، ورصيت بقى الكراسي كده وظبطتها كل كرسي كده مكانه. وبعد كده جبت بقى المقشه بتاعتنا والجاروف كده، نبدا بقى نكنس كده الصاله وننضفها ونروقها. وطبعا شغلت بقى الشاشه كده على القران. طبعا زي ما قلت لكم احنا لسه كده الصبح بدري، وصباحكم كله هنا وسعاده ورزق الواحد وراحه بال وجبر خاطر. بدأت بقى انضف كده الصلاة. هي طبعا هي الصلاة نضيفة هي زي الفل، بس طبعا ايه، كنت مثلا بنفطر عليها برضو، فبنشيل حاجات من عليها طبعا او السحور، فلازم برضو ايه بيقع حاجات كده على السجاد، فلازم بقى بنكرسها كده كده يوميا تنضف معانا. انضفها كده مش تاخد منك وقت خالص، وبجد ما تحرمش من تعليقاتكم الجميلة كلها كده جبر خاطر، وربنا يحفظكم يا رب، وما تحرمش من تعليقاتكم الجميلة. بدأت أكنس بقى الصلاة زي ما انتم شايفين، في دقايق ما خدتش منه وقت خالص. طبعا زي ما انتم عارفين بتونس بكم بتشجعوني. روقت بقى الصلاة كده، وطبعا انتوا عارفين احنا الايام دي بقى الصيام بقى وشهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين ويا رب كده دايما فرحانين متهنيين. هنبدأ بقى تنظيفات العيد بقى، نبقى نشيل بقى السجاد ان شاء الله كده، وننضف بقى طبعا السجاد بتاعنا نضيفه زي الفل، لان طبعا احنا كنا منضفين الشقة قبل رمضان وكنا غاسلين السجاد مع بعض. فان شاء الله نشيل بقى السجاد كده ونمسح الصلاة كده تنظيف كده سريع، ما ياخدش مننا وقت خالص. اشد بس السجاده اللي ديت اظبطها كده على التانية، وبدات اكنس بقى كده اطلع بقى الحاجات كده في جنب، وبعدين اجيب الجراب بقى ونروق الصاله وننضفها. بدات اكنس بقى النص التاني من الصاله اهوت. بحبكم ربنا يحفظكم يا رب، وما تحرمش منكم ابدا. وربنا يرضيكم يا رب ويكبر خاطركم امين يا رب العالمين، واشفينا واشفي كل مريض، وارزقنا الصحه والستر والايمان امين يا رب العالمين، بحق الايام المباركه. ربنا يرضيكم يا رب وتحققوا كل امانيكم. بدات بقى اروق الصاله زي ما انتم شايفين اهو، في دقايق ما خدتش معايا وقت خالص، لان زي ما قلت لكم بتشجعوني وبشجع بكم. بدات اروقها كده ونضفتها وقت في دقايق، وبعد كده هدخل بقى على المطبخ. لو عندي اطباق غسيل مثلا سجاد ولا مشايات، ابدا بقى كده اسمي واقول بسم الله توكلت على الله، وان شاء الله كده بخلص كل حاجه ببركه رسول الله، ونخلص كده في دقايق ما ياخدش مننا وقت خالص. لو عندك مثلا طبيخ مثلا هتجهزي مثلا الفطار، مثلا تعملي حلويات ولا اي حاجه بدري كده على طول. طبعا الشغله البدريه منسيه، وكل حاجه بتقضاها بدري كده ما بتاخدش منك وقت خالص، وبتبقى فيها بركه.
خلصنا بقى الصلاة اهوت. هنلم بقى الايه الحاجات اللي طلعت مننا كده، اللي هي العفار والحاجات اللي هي على السجاد كده، هنشيلها بقى في الجاروف. وبعد كده نبدأ بقى ايه نعطر بقى الشقة كده. ان كان عندك مثلا عود بخور هتشغليه، او مثلا عندك ازازة معطر جو هترش كده شوية، بحيث ان هي تدي راحة كده او طاقة كده جميلة كده، وتغير ريحة البيت، تبقى ريحة جميلة جدا، ريحة البخور او ريحة معطر الجو الموجود عندك. بدأنا بقى وخلاص بقى ده ايه، خلاص ما عادش معانا وقت كتير. خلصنا اشيل بس الحاجات كده في الجاروف، ما تحرمش منكم ابدا. بدأت اشيل بقى الحاجات كده في الجرافة زي ما انتم شايفين. نشوف بقى كده برضو في الحاجات اللي طلعت بقى كده، لو حاجة محتاجينها بنشيلها كده على جنب. وبعد كده بقى يعني بتمنى منكم بقى كده لايك كده عشان الفيديو يعني يكبر بكم، على راسي من فوق، ما تحرمش منكم ابدا اخواتي، بحبكم في الله. ربنا يحفظكم يا رب، ويحفظ اولادكم جميعا، ودايما كده منورين حياتي طول العمر، امين يا رب العالمين. ربنا يعلم انا بحبكم قد ايه وبعزكم، والقناه ديت عزيزه جدا على قلبي. ربنا يحفظكم وما تحرمش منكم ابدا. دلوقتي كده نجيب بقى مثلا عندنا معطر الجو، عندنا عود بخور هنشغله كده. هنشوف بقى ان كان عندنا مثلا معطر ازازه المعطر الجو كده. بحبكم كتير كتير، دايما كده منورين حياتي طول العمر، ما تحرمش منكم ابدا، واحفظكم كده ربنا ويبارك فيكم بحق الايام المباركه، وتحققوا كل امانيكم. وبعد كده بقى جبت بقى العود البخور اهوت. هشغل بقى عود البخور كده، هنسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشغل بقى، بس طبعا الولاعه مش هتشتغل معانا، طبعا هي عايزه تتملى برضو، ما فيش فايده، مش عايزه تشتغل. هنشوف بقى ايه، يمكن هنجيب مثلا ازازه معطر الجو ونرش بقى رشتين كده، عشان طبعا ايه نغير ريحة الشقة كده، تكون ريحتها كده جميلة كده معطر الجو. نرش بقى بخيتين بقى كده، هرش بقى كده في الشقة. ريحة الخوخ بتكون ريحة يعني جميلة كده، ونفذة ريحتها جميلة جدا. هجيب برضو ولاعة تانية ونيجي برضو نشوف. طبعا جبت ولاعة تانية، دي مش عايزة تشتغل برضو، مفيش فايدة فيها. جبت الولاعة الصغيرة دي الزرقاء ديت، بصراحة بشيلها معايا على طول في شنطتي كده، مثلا نكون نازلة ولا حاجة ببقى ايه بحرف الزبالة زي ما انتوا عارفين من فوق. فما اكون نازلة وشنطتي معايا، فبقوم ايه شاكة بقى في الزبالة، اقوم ايه مولعة في الزبالة بقى اللي في الشارع. إيه، وطبعا الولاعة الزرقاء دي على طول شايلها في شنطتي. فطبعا جبتها من الشنطة وولعت برضه لون البخور اهوت. بحب لون الولاعة اللي هي الزرقاء دي، لونها كده جميل، ولونها يعني شفاف كده وجميل. ولعنا نار البخار اهوت، شايفين شكلها جميل جدا اهيت وبسيطة كده. هحط بقى كده نقعد البخور كده، وكده بقى خلاص روقنا الصلاة ونضفناها. هدخل بقى كده على المطبخ، ان كان عندي غسيل اطباق كده، تنظيف مطبخ مش هياخد مني وقت خالص، في الآية ان شاء الله هنخلص. وبجد بشكركم انتوا شجعتوني وشجعت بكم، ما تحرمش منكم ابدا، وربنا يديمكم نعمة في حياتي طول العمر، امين يا رب العالمين. ولا تقول لكم بقى في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.